تعال اقول لك ازاي تحسبها بالاكسل اذا كان القسط او الكاش او فلق. يلا بينا. طيب طبعا لو احنا رايحين نشتري اي منتج بيبقى قدامنا خيارين، يا اما نقسطه يا اما ندفع قيمته كاش، لكن محدش بيفكر مين الاوفر او ايه الاحسن في الخيارات دي. طيب عشان اوضح لك الكلام ده، احنا النهارده معانا داله اسمها بي في، وداله بي في بمنتهى البساطه هي داله بتجيب القيمه الحقيقيه للفلوس بعد فتره زمنيه معينه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عارفين ان مع مرور الوقت قيمه الفلوس بتقل. يعني اكيد ال1000 جنيه لو كانت بتجيب حاجه السنه دي، بعد 3 سنين الحاجه دي هتبقى ب1500 او ب2000. ده راجع ليه؟ ده راجع لمعدل الفايده والتضخم في البلد اللي انت عايش فيها. طيب تعالى ندي مثال عشان نوضح الكلام ده. انا لو رايح اشتري تليفون ثمنه كاش 30000 جنيه، او الراجل قال لي قسطه على 3 سنين وهتدفع كل شهر مثلا 6500 جنيه، يبقى احنا كده عندنا 36 شهر. طبعا مجرد كده ما هتبص هتقول لي لا يا عم اكيد الكاش احسن، لان كده انا لو ضربت مثلا ال 1500 في ال 36 هيطلع لي 54000 جنيه فالكاش اوفر لي. هل الكلام ده صح؟ ما تنساش ان انت هتدفع بعد 3 سنين، يعني في معدل تضخم ومعدل فايده. طبعا هنا لازم نحسبها بالاكسل. هننا هنستخدم داله بي في، وداله بي في بتجيب القيمه الحقيقيه او بتجيب الثمن الحقيقي لمنتج معين او لعمليه حسابيه معينه في الوقت اللي احنا فيه بعد فتره زمنيه معينه. يعني ايه الكلام ده عشان ما اعقدكش؟ اول حاجه عندنا هو بياخد نسبه الفايده او نسبه التضخم على حسب البلد اللي انت فيها. انا عندي في مصر هنا وقت تصوير الفيديو معدل الفايده سنوي 20%، وبما ان معدل الفايده ده بيبقى سنوي واحنا عندنا القسط بالشهر فهقسمه على 12. لو انت بتقسم القسط عندك سنوي مش هتقسم على 12، لكن انا عشان عندي القسط شهري فقسمت على 12 لان السنه فيها 12 شهر، وهعمل فاصله منقوطه. القيمه الثانيه قدامك اهي هي عدد الاقساط. عدد الاقساط عندي 36 شهر اهو زي ما انت شايف، تقدر تشاور على الخليه او تكتبها بايدك زي ما انت عايز. حلو. بعد كده بيقول لي المبلغ اللي هتدفعه، بما ان دي داله بي في داله من الدوال الماليه، فعشان كده هي بتاخد القيمه يا اما بالموجب يا اما بالسالب. طبعا بالسالب لو انت اللي هتدفع، وبالموجب لو الفلوس دي داخله لك. طيب بما ان انا هدفع فهدخل القيمه بالسالب اهو 1500 جنيه، وهقفل الكوس وهدوس انتر. زي ما انت شايف ان القيمه الحقيقيه للتليفون ده هو 40000 جنيه بالقسط، او انك تدفع كاش 30000 جنيه مش 54000 جنيه، لان الفلوس قيمتها بتقل. يعني تقدر تقول كده ان ال 54000 جنيه بعد 3 سنين هتبقى قيمتهم 40000 جنيه. طبعا هنا القرار راجع ليك، اذا كان المبلغ مثلا او ال 10000 جنيه دول مش فارقين معاك فتقسط، او لو انت شايف ساعتها ان المبلغ كبير فتقدر تشتري كاش. لكن المهم اللي انت تبقى عارف القيمه الحقيقيه ان القسط زياده عن ثمن التليفون الاصلي ب 10000 جنيه. وطبعا القرار راجع ليك. استخدم الداله دي واستفيد منها عشان تاخد قرار صحيح وسليم مبني على ارقام حقيقيه. ولو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.